السلام عليكم. قبل بداية الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي اشعارات على الكل حتى يوصلك اي شيء جديد. اشكركم على كل الدعم الرهيب اللي تقدموه القناة يا اجمل متابعين، يا احلى مميزين. ما بقى شيء ونوصل نص مليون اخ واخت، فاذا اول مرة شوفنا اشترك وكون جزء من هاي العائلة اللي تخبل. ربي يحفظكم. خلينا نبلش بحلقة اليوم. طبعا بعد ما قضيتها شغلة الرأي العام، وخلال هذه الأربع أيام أو أسبوع تحديدا كل الناس تحكي بموضوع هاي المرأة العراقية اللي شمرت أطفالها بنهر دجلة. نزلنا كذا فيديو وحقق مشاهدات كلش عالية، لكن الناس دا تسأل شنو صفة بها الدهر ووين هي اليوم. يعني القضاء العراقي حسب ما انتشر بشكل مو طبيعي الحكم بالاعدام شنقا على المرأة اللي رمت اطفالها بنهر دجلة ببغداد، وهذه المعلومات تقريبا قبل ساعة انتشرت الاخبار وقالوا انه على اساس شانقيها. لكن اكو بعض الناس اللي عندهم خبرة بالقانون قالوا انه هاي المعلومة مو صحيحة. ليش؟ لان يقول لك شو بسرعة انحالت اوراقها وتم الحكم عليها، تتأخر الدعوة وتتأخر التحقيقات، مو بسرعة يتم الحكم عليها بهذه السرعة. فاللي عنده معلومة واللي عنده خبرة خليه يكتب لي بالتعليقات هل انه فعلا بهاي السرعة يقدر ينحكم عليها، واذا انت كنت قاضي هل تأيد هذا القرار ام لا؟ اكتب لي بالتعليقات. يوقعوها بنفس النقرة يا وليدي، اريد اكو حكم وقانون يذبوها نفس النقرة يا وليدي. شنو ذنبكم ذنبتوا؟ ولكم يما شنو ذنبكم انتوا وليدي؟ انت وخيدك سويت، ولكم ربيتكم مردنا الخير. والله يا يما فرطوا من ايدي وفرط الطيب. وليدي اريدكم تطلعوا. اخوان اشتريتك يا الحر، اطلع يا وليدي اطلع، واني اميمتك واني اللي اشتريتك يا وليد قلبي. اطلع، مو كل ام ولا كل الرب تسموها ام. وليدي اطلع، طلعت اخيتك واريد العالم تسمع واخاف من كل بشر. اريد مثل ما وقعتك بهالنقرة يوقعوها. شكرا للمشاهدة. اجينا نهاية الفيديو. اذا اول مرة تشوفنا لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي اشعارات على الكل. ايضا لازم نشوف رابط الفيديو المثبت بالتعليقات. اشوفكم بحلقة ثانية. مع السلامة.